يلقيها الأستاذ صلاح ياسين عضو مجلس الإدارة ومقرر اللجنة الثقافية. بسم الله الرحمن الرحيم. سيادة اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، سيادة اللواء السيد سعيد سكرتير عام محافظة الغربية، السادة وكلاء الوزارة والحضور الكريم من وزارة الثقافة المصرية. يسعدنا نيابة عن زملائي وأصالة عن نفسي أن نرحب بكم في مقر جمعية شبان المسلمين، ونحن نحتفل ذكرى عزيزة علينا بذكرى انتصار القوات المسلحة المصرية التي عبرت بنا في عام 73 من نفق اليأس والهزيمة إلى فجر الانتصار. تحية منا إلى كل مقاتلي القوات المسلحة قادة وجنود، تحية منا لهم منا كامل التحية. حضراتكم زي ما سمعت جمعية شبان المسلمين كجمعية كبيرة قمنا بعمل بروتوكول مع وزارة الثقافة ممثلة في الأستاذ جابر السركيس حتى نعد أنفسنا كمنارة من منارات المجتمع المدني لخدمة مجتمعنا. إن شاء الله في المرات المقبلة إن شاء الله سيكون هناك فعاليات أكثر وأكثر، ونتمنى دائما أن تكونوا حضورا عندنا. أتوجه أيضا الشكر والتقدير لأعضاء الجمعية العمومية لجمعية شبان المسلمين وكل السادة الحضور والسيدات الحضور الكريم، لهم منا كامل التحية. وفي عجالة مع الوزير، جمعية شبان المسلمين جمعية تضم في أرجائها مدرسة التربية الإسلامية، مدرسة متميزة عظيمة نرجو أن تستمر على هذا. أيضا عندنا معمل كمبيوتر متكامل، عندنا دارين للحضارة، عندنا مكتبة وصالون ثقافي، عندنا للشباب احنا ملاعب للبلياردو وتنس الطاولة، وعندنا أنشطة رياضية متنوعة تقريبا كل الرياضات الخاصة بالشباب موجودة عندنا. وإن شاء الله في الزيارة القادمة لمعاليكم، لأن إن شاء الله هتبقى نهج سنة حسنة، هتيجوا كلهم تلاقوا هناك الجديد. ومجلس الإدارة، الإخوة الزملاء مجلس الإدارة والعاملين بالجمعية مشكورين، لا يتوانوا عن بذل أي جهد لإنجاح العمل. نتمنى لقيادتنا المتمثلة في سيادة كسات المحافظ أن ننهض وأن تكون الغربية التي أنجبت لنا أشرف الرجال، وعفدة الغربية أنجبت لنا الشهيد البطل أمير الشهداء الفريق عبد المنعم رياض، ابن قرية سبربيه مركز طنطا. أيضا أنجبت لنا هذا الرجل العظيم الذي نحتفي به اليوم، الفريق سعد الدين الشاذلي. ولا يفوتني أن أرحب بأسرته الكريمة اللي موجودة معانا، ونتمنى دائما أن يوفقنا ربنا سبحانه وتعالى. وشكرا، والسلام عليكم. والآن مع كلمة أسرة الفريق